السلام عليكم ورحمه الله البنات، كي بقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار، فيديو جديد وصفات صحيه جديده. هذا النهار ان شاء الله غنشارك معكم النهير ديالي، الوجبات ديالي اللي درت في الفطور وفي الغداء، اولا الوجبه الاولى والوجبه الثانيه بطبيعه الحال كاملين صحيين. غنشارك معكم هاد الغديوه زوينه البنينه يا اختي، وشكون اللي ما كيبغي لياش الدجاج المحمر بالدغميره. درناها البنات اولا درتو بطريقه صحيه غزاله، جا لذيذ لذيذ لذيذ. وشوفوا البنات معايا التحميره ديال الدجاج، والسر اختي السر كامل في الفيديو ان شاء الله. خليكم معايا من الاول الفيديو حتى للتالي. ديري لي واحد اللايك اختي، وبداي معايا هذا الفيديو اللي غادي يعجبك ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لاول حاجه هنا اللي درتها البنات قبل بليله، كنوجد الفطور ديالي، كنت بغيت ندير هاد التحليه ديال بودر الشيه، كتجي غزاله صحيه. وعرفتوا البنات راه بودر الشيه كامله فوائد، بحثوا عليها مزيان مزيان غادي تعرفوا الفوائد ديالها. داكشي باش انا وليت كنستهلكها مؤخرا بكثره. المهم هنا البنات عندي واحد نص كاس ديال الحليب اللي درت فيها 2 معالق كبار اونص ديال بودر الشيه، ودرت هنا هاد شويه ديال العسل باش نحليه. بغيتو ديروا شويه ديال العسل ديروه، ما بغيتوش ديروا خليو الحلاوه الطبيعيه عادي، خليو يعني مسوس ناقصه الحلاوه. صافي انا درت غير شويه ديال العسل وخلطت مزيان هكا بمعلقه. من بعد عاد باش غطيت هكذا هاد الكويس بالسلوفان، حيت غادي يبات في الثلاجه ليله كامله باش هكذا ما يشمليش الريحه ديال الثلاجه. وصافي الا عندكم هكا شي مغطاه ولا اللي قد الكاس ديالكم غطيوه. انا درت له هكذا هاد السلوفان ودرته في الثلاجه ليله كامله باش هكا ديك البذور ديال الشيه كتطلق داك الجيل ديالها في الحليب وكيتماسكوا. المهم البنات هنا غادي نوجد الفطور ديالي. هذا انا غد ليه في الصباح من طبيعه الحال، خديت هكذا واحد المقله اللي ما كتلصقش، درت فيها شويه ديال زيت الزيتون، ما تكثروش البنات غير شويه، ووضعت فيها كتشوفوا معايا الدنجال. من بعد ما غسلته قطعته دوائر، كندير البنات هكذايا في هكا كنستفو كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نحاول نعمر المقله شحال ما هزات لي. الا كانت عندكم مقيله صغيره من الافضل، كانت كبيره بحالي انا هكا عندي متوسطه. المهم درت هكذا هاد الحبات اللي كتشوفوا، خليتهم البنات حتى طابور، ما كيدوش وقت نهائيا بزاف. خليتهم انا حتى تحمروا، يعني حتى كتطلع عليهم هكذا الحموريه، وبديت كنقلبهم باش يطيبوا من الجهتين، من هاد الجهه ومن هاد الجهه. خليتهم يطيبوا على خاطرهم. الا عندكم الاير فراير غادي يكون احسن واسهل. الا ما عكزتوش اختي على الفران في الصباح حتى هو غيكون زوين. يمكن لكم ديروها في الفران، دهنوه بشويه ديال الزيت وتدخلوهم حتى يطيب لكم الدنجه في الفران، عاد باش تقلبوه المقيله وتزيدوا عليه البيض. انا اختي عكزت، وفي الصباح كنكون معكاز ما فيا ما نشعل لا فران لا والو، خديت غير هكذا مقيله وحمرت الدنجال فيها. راه طابه البنات، دخلوا الطياب غزاله صافي. وحتى الزيت راكم شفتوا ما درتش الزيت بزاف، ما كاملاش معلقه ديال الزيت فاش طيب داك الدنجال. صافي هنا البنات من بعد ما طابت لي الدنجال، خلط 2 ديال البيضات مع رشه ديال الملحه ورشه ديال البزار. يمكن لكم تعوضوا البزار بالسودانيه الا كنتو كتبغيوها، وضفت داك البيض على هذا الدنجال بهذه الطريقه هكا. المهم البنات هاد اومليت ديال الخضره، المهم ديال الدنجال كي كتشوفوا معايا. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الدنجال غير ديروها، غادي تعجبكم. سبحان الله المذاق ديال الدنجال ما كيبقاش باين، كيجي زوين بزاف فاش كيتخلط مع البيض، وكتجي بنينه ومشبعه. اهم حاجه انها مشبعه. في النظام ديالنا حنا كنقلبوا على الحاجه اللي تشبعنا. نظام صيام متقطع، خاصك تاكلي في الوجبه الاولى والوجبه الثانيه فقط، ما تاكليش بيناتهم. فاش كديري شي حاجه في الوجبه الاولى اللي كتكون مشبعه ما كتحسيش بالجوع نهار كامل. وبالخصوص البنات حتى هاد الديسير هذا كيحسك بالشبع مده طويله. هذه واحد الميزه من الميزات ديال داك بودور الشيه، انها كتحسسك بالشبع. داكشي باش كتساعدك على انقاص الوزن. راه فيها فوائد كثيره وحده اخرى، يمكن لكم كي قلت لكم في الاول الفيديو انكم تدخلوا تقلبوا عليها، غادي تبهضوا ما شاء الله بالفوائد اللي فيها، وغتوليو هكذا تستهلكوها اكثر وقت. راه كتساعد على تقويه العظام، كتحيد لكم الامساك الا كنتو كتعانيو من الامساك، لان هي في واحد الكميه كبيره ديال الالياف. داكشي باش كتهنيك من الامساك، او لا ما كتخليش اصلا الامساك يضر بك الا كنتي كتستهلكيها. وايضا اهم حاجه كنقلبوا عليها حنا في هذا النظام ديالنا هو انقاص الوزن. وهاد بذور الشيه كتعاونك على انقاص الوزن، لانها فاش كتاخديها كتحسي بواحد الشبع لمده طويله. يعني في هذا الشبع راه ما غتقلبيش على شنو تاكلي، داكشي باش انت غترقاقي. بطبيعه الحال الا كنتي شبعانه ما غاديش تاكلي بزاف، والا ما كليتيش بزاف غادي تنقصي الوزن. داكشي باش هي مهمه وكتساعد بزاف على انقاص الوزن. شوفوا معايا البنات هاد الكويس كيفاش كيجي غزال، راه بعيد على هاد الفوائد كامله اللي قلت لكم فيها. فراها كتجي زوينه هاد التحليه البنه يا اختي، واللذه، والاهم انها صحيه. نتوما شتو الديسير اللي وضعت فيها؟ نص تفاحه، نص بنانه، واحد التميره، 2 ديال الحبات ديال الكركاع. يمكن لكم ديروا اي ديسير متواجد عندكم في داركم، ما ديروش بحال يعني ماشي ضروري يكون عندكم هذا الشيء، ولا كان عندكم حتى نتوما غير هذا الشيء اكتفيوا به.
كويس ديال الماء. الاومليت ديال الدنجه اللي حضرت معكم درت لها شويه ديال المعدنوس كي كتشوف هكذا شويه من الفوق، والطريف ديال الكيكه بدقيق الذره بدون جلوتين، حتى هي مشاركه معكم في الفيديوهات السابقه من قبل من هذا الفيديو غادي تلقاوها البنات. هذاك هو الفطور ديالي، اللهم اديما نعمه وحفظها من الزوال. ودابا ان شاء الله يا ربي غادي ندوز باش نشارك معكم الغديوه ديالي اولا الوجبه الثانيه شنو حضرت فيها. هاد النهار اختي قلت غادي ندير شي دجاجه معمره ومحمره، هي معمره ومحمره اختي في الفران، ندير عاوتاني شي حاجه هكا شويه مبدله، شي حاجه بلديه. انا البنات من عشاق الدجاج بالدغميره، كيعجبني بزاف. وراكم عارفين ان الدجاج بالدغميره ضروري اختي كيكون هكا مقلي في الزيت، الا كتعرفوا هكذا كما كبرنا به كاملين. كيكونوا في الاعراس الدجاج تيطيبوه عادي في مرقه وتيقليوها اختي في قدره ديال الزيت، كيقليوه في كوكوط وكتاكلي اختي شهوه منه كيجي. ولكن حنا دابا ما كناكلوش الحاجه المقليه وما كناكلوش الحاجه الغير صحيه، وما غاديش نقليو في الكجاج ديال الزيت النباتيه. ديك الشيء باش غادي نديرها انا معمره ومحمره اختي في الفران، غادي تجي صحيه 100% بالتغمير على حقها وطريقها. المهم البنات خليكم معايا في الفيديو، وصلتي معايا حتى لهنا ومازال ما درتيش لايك، اش كتساينا صاحبتي ديري لي واحد لايك لا يجازيك بخير. نتمنى ان شاء الله يعجبك الفيديو ديالي وتكون عجبتك قناتي. الا كنتي اول مره كتشوفي الفيديوهات ديالي تشتركي معايا باش يبقى يوصلك اي جديد، وبالنسبه للبنات اللي مشتركين معايا فاختيار الدار داركم. المهم البنات هنايا نتوما شفتوا المكونات اللي درت. هاد الطريقه ديالي انا العاديه الستوندر اللي كلشي تيخدم بها الدجاج ديالو. درت هنا واحد شويه، المهم نعطيكم بالعبارات. درت نص معلقه البزار، معلقه سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم بطبيعه الحال معلقه صغيره. الملحه ما درتهاش البنات لان غسلت الدجاج مزيان مزيان بالملحه ومحمضه مزيان، خفت عليه لا يمشي يجيني مالح داكشي باش ما درتش الملحه. المهم دابا نديرها في حاجات اخرين. صافي هنا درت شويه ديال المعدنوس هكذا، ولا عندكم شويه القزبر، انا ما توفرليش هو راه خاص يكون القزبر. ودرت شويه ديال الثومه اللي معجونه عندي انا كنعجنها وكنوضعها في الثلاجه وكنبقى نستعملها. ودرت ايضا البنات شويه ديال الهريسه صافي. ودرت نص ضامه ديال الزعفران، نص، ما ديروش البنات ضامه كامله، غير شويه وصافي. راه حنا عارفين البنات انها ما مزياناش وغير صحيه ومضره، ولكن بحال هكا الدجاج اختي ما كيحملش انا نطيبو بلا ما تكون ضمت الزعفران، اولا الا كان داك الزعفران الحر بطبيعه الحال انا ما متواجدش عندي. الا كان متوفر عندكم يمكن لكم ديروه. كاين اختي اللي كتخدم داك الكويغيط ديال الزعفران، انا هذاك البنات ما كندخلوش لداري وما كنعرفوش كاع حتى فين كيتباع، داكشي علاش انا كنستعمل غير هاد الضامه مره اختي، وبطريقه كموم قليله ما كنكثرش منها. بحال هنا نتوما شفتوا معايا درت غير نصيص ونص، غنخلي حتى نصبي كي غتشوفوا معايا. صافي هنا البنات هذه هي العطريه اللي درت. خديت هاد الدجاجه اللي غسلتها من قبل بطبيعه الحال اختي، راه كلشي راه كلكم ما شاء الله عليكم حادقات وكتعرفوا كديروا تغسلوا الدجاج ديالكم وتستقطروه ليله كامله البنات. وهو عندي في الملحه والحامضه اختي، حتى دخلت فيه مزيان مزيان ديك الملحه والحامض. داكشي باش قلت لكم انا خفت ندير فيه الملحه في هاد الشرموله وتجيني جديد، حيت اختي راه واقعه ومعاوده، داكشي باش كنخاف. اللهم تجي ناقصه ملوحه ولا تجي عاوتاني كتجغدد بالملحه، تحرم عليك حتى في الماكله. صافي هنا نتوما شفتوا كيفاش دهنت داك العطريه كامله. وداك العطريه البنات راني خففتها، اولا ديك الشرموله خففتها بشويه د الماء، واحد نص كاس د الماء درتها باش تجيني خفيفه. ايوا اختي مرمت داك الدجاجه مزيان، دخلت لها من القنات الفخاد الجناب كلشي، وغطيت داك البول هكا بواحد السلوفان وخليتها كتشرب العطريه. انا ما درتهاش في الليل بصراحه، نتوما اللي عندكم الوقت ديروها في الليل وخليوها تشرب لكم العطريه الغد اللي غتلقاوها غزاله شهوه منها. انا البنات درتها هكا في الصباح وحتى وصلت هكا 12 ولا عاد باش رديتها طيب، لان تغدينا راكم عارفين حنا كنتغداو معطلين. الوجبه الثانيه ما كناخذوهاش بكري، داكشي باش واخا تعطل في الطياب. نتوما اللي كنتم مزروبين بها وغادي تغداو بحال دابا شحال من وحده ما دارش معنا النظام ديال الصيام المتقطع ولكن كتاكل اكل صحي، غادي تبغيها تحطيها مع الجوج اولا، فيمكن لك تنوضي طيبيها بكري باش طيب لك او صافي. المهم البنات هانتوما كتشوفوا هنايا بالنسبه لهاد الحشوه اللي حشيت بها انا هاد الدجاجه هي الروز. خليت الروز سلقته تقريبا، عندي سما واحد الكاس ديال الروز مسلوق. درت له هنا واحد ربع حامضه مصيره ما كاملاش البنات، المهم ناقص عليها شويه، قطعتها طريفات صغيورين. درت شامبينيون نوار اللي رقدته في الماء قطعته طريفات كي كتشوفوا معايا. واحد الكبده حتى هي سلقتها في الملح والخل وقطعتها طريفات. والزيتون ايضا هو كان مقطع اختي وزدت انا قطعته شلطته. بالنسبه لهاد الشرموله اللي ضفت عليهم، داك الشرموله اللي شاط لي اللي كنت شرملت بها الدجاج شاط لي، ولكن ما غتكفانيش داكشي باش زدت ضفت عليها التوابل اللي هما شويه د الخرقوم شويه د البزار شويه د السكنجبير، يعني نفس داك التوابل اللي شرملت بهم الدجاجه. وزدت شويه ديال الثومه وزدت شويه ديال الهريسه. صافي هادشي اللي درت البنات في هاد الحشوه.
كتجي غزاله، والمعدنوس حتى المعدنوس كتجي غزاله وبسيطه جدا. انتم البنات باش ما بغيتو تعمروا هاد الدجاجه ديالكم، عمروها. انا توفر ليا الروز، بغيتو ديروا ابلي اولا بغيتو ديروا يعني الشعريه الصينيه، الا كنتو كتبغيو هكا في الدجاج المعمر، بغيتو تعمروا اختي بالربيع اللي بغيتو، يعني بالقزبر والمعدنوس اللي كنتو نتوما كتعمروا به الدجاج ديالكم. دبر راسكم. انايا كيعجبني هكذايا الروز فاش كنبغي ندير الدجاج في الفران نحمرو، كيعجبني يكون محمر بالروز احسن حتى من الشعريه الصينيه. من طبيعه الحال البنات راني ما غاديش ناكل اختي بوحديتي تقولي لي اختي علاش دايره هاد الكميه ديال الروز كامله. راه داكشي علاش، راه واخا ديري الروز راه ما تاكليش واحد الكميه اللي كثيره. بطبيعه الحال انا هاد النهار بالضبط البنات درت الدجاجه كامله وما بغيتش ندير معاها لا شلايض لا حتى حاجه، حتى لاخر لحظه قلت انا ندير شي شلاضه نزيدها، ورجعت قلت ما شاء الله راه الدجاجه راه كافيه وموفيه قدها قداش راه غناكلو وغيشيط. من طبيعه الحال راه الدجاجه هذه صافي. داكشي باش ما درت معاها لا شلاضه لا حتى حاجه البنات، هكا اكتفيت بها مع داك شويه ديال الروز اللي عندي في داك البون، خديته قدمته هكا معاها في طبيصيل. دابا تشوفوا معايا كلشي في الاخر ديال الفيديو. مهم حتى نتوما البنات الا كان عندكم وليداتكم ولا ما شاء الله ما تكفيكمش دجاجه وحده، يمكن لكم تزيدوا جوج. ما في السيطاج ديالكم بغيتو ديروا غير دجاجه وحده، راه غادي تضيفوا معها الشليضات صحيا بيان سور. اختي غديري شلاضه صحيه وتقدميها هكذايا تقدمي في الغداء باش هكذا تكفاكم كاملين. بالنسبه للناس الطريقه نتوما شفتوني عمرت داك الرز في الدجاجه حتى عمرات ليا مزيان مزيان، حسيت بها باش ما داك الرز بركه ما نزيدش باش ما يبقاش يطرطق لي ويخرج. وغطيت ودخلت لها كدا رجيلاتها في ديك الجديده اللي خليت لها فاش غسلتها باش نلقى فاش نربطهم. حشيت لها الفخيطات ديالها ايوا وصيرتهم بالسلوفان، حيت انا ما عنديش الخيط هكا اللي كيربطوا به الدجاج. ايوا صافي درت غير السلوفان طريف ديال الميكاخت دي بانيت به وضعتها تفور في الكسكاس. ما تعطلتش البنات، عرفتوا ما تعطلتش نهائيا، دغيا طابت. حطيتها من طبيعه الحال على السدر ديالها من بعد ما تقبتها بديك العود ديال الشوا ولا قطب ديال الشوا. يعني تقبتها مزيان مزيان باش يدخل معها الطياب. هنا البنات راه طابت لي الدجاجه، عاد انايا طفات عليا الشمعه وجيت نطيب الدغميره. عرفتوا لان كان عندي واحد البلان كنت بغيت نطيبها وندير لها خضيره صوتي، ولكن كي قلت لكم ما عارفين ما غاديش نقدو ناخذوا الدجاج وناخذوا الخضره وهذا. داكشي باش قلت غير مريقه بركه خفيفه هكذايا تكفانا يعني بركه علينا. صافي هنا البنات نتوما شفتوا من بعد ما خليت داك الدجاجه قلت لكم راه ما دات ليش وقت بزاف، طابت اختي حرص على زدلها في الكسكاس. صافي دزت هنا باش نطيب معكم هاد الدغيميره اللي هي فيها جوج ديال البصلات، جوج حبات البصله راه كبارين، ودرت لها شويه ديال البزار شويه الخرقوم شويه السكنجبير شويه ديال المعدنوس، حيت ما توفر ليش البنات القزبر. اللي عندكم القزبر ديروه تنقولها وتنعاود. شويه ديال الثومه معجونه، انا كنوظف هذيك اللي كتكون عندي معجونه، ونص ضماد الزعفران اللي شيطت في الاول. صافي هادو هما المكونات البنات. يمكن لكم تزيدوا العطريه ديال الدجاج اللي عندكم، ودرت نص كاس ديال زيت الزيتون. البنات الا كنتو غادي تنصبوا هاد المريقه هذه حتى نتوما ديروها بطريقه صحيه، يعني ما ديروش الزيت النباتيه، راها بحال هذيك العاديه كتجي لذيذه، حتى هي ما كتجيش النسمه ديال زيت الزيتون باينه فيها نهائيا، كتجي لذيذه وغزاله. صافي تما البنات من بعد ما قليت شويه البصله ضفت عليها داك العنيقات وزدت البنات نص كاس ديال الماء وقفلت عليه حتى طابت ليا البصله. راه ما وريتكمش هاد اللقطه، نص كاس ديال الماء درتو على ديك البصله اللي شفتو معايا في الاول، قفلت عليها حتى طابت. هنا عاد حليت عليها لقيتها كمازال مريقه، المهم طايبه البصله ولكن المرقه مازال خاصها تشرب باش تجيني دغميره. صافي ضفت عليها هكذا واحد الكبده، ما كانش عندي الكبده بزاف غير وحيده اللي كانت عندي، كانوا عندي جوج، وحده درتها في العماره ديال الدجاجه وحده درتها هنايا. المهم المريقه كتجي زوينه فيها كبيده، وبديت كنقليها مزيان 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 البنات حتى وقفت ليا في الزويته ديالها. نتوما شوفوا البنات كندير هكا كيبقى الزيت هكا باين. المهم اختي راه جات واعره. وبالنسبه للبنات لداك التحت ديال الكوكوط لاصقت لي فيه البصله راه عاديه، لان الدغميره ضروري ما كتلصق، خاط عييت تحركي فيها ضروري كتلصق. صافي البنات من بعد ما وقفت لي الدغميره ديالي حطيتها ودزت هنا باش ندخلها الدجاجه للفران، دهنتها بشويه ديال الزبده بطبيعه الحال زبده حيوانيه، ضفت معها شويه الهريسه وقطيره ديال صوص الصوجا، بغيتو ما تضيفوهاش يمكن لكم ما تضيفوهاش. صافي دخلتها الفران تحمرت، شوفوا ما شاء الله على التحميره كتجي فيها غزاله غزاله يا البنات. وهنايا بديت كنقدم. صافي من بعد ما خرجتها من الفران النار البنات تكون متوسطه باش ما تحرق لكمش الدجاجه، قلبتها منها تجي حتى تحمرات وخرجت هكذا غنقدمها. درتها هكذايا الدغيميره من الجناب، جات غزاله البنات فنه. وعرفتوا اللذه ديالها اختي بهذه الطريقه اللي درتها، الطريقه بسيطه ولكن جات لذيذه. والحمد لله اللي ما درت معاها لا خضره صوتي لا حتى حاجه، لان ما شاء الله غير هذه وما قديناش عليها، ماشي حنا غادي نزيدوا حاجه اخرى. تبارك الله كانت مشبعه. وواحد الحاجه درنا تما داك الخبيز راه ديال دقيق القمح الكامل فقط، درتو بدقيق القمح وشويه ديال الملح وشويه ديال الخميره بطبيعه الحال راكم عارفين. عجنتو الطريف هذا النهار هذا
وصافي خديت هذوك هما الطريفات اللي حطيت، ودرت هنايا هاد الطبيصل ديال الروز حتى هو اللي كنت فورته مع هاد الدجاجه. المهم هذاك البنات غير حطيته، راه ما تكلش ما تقش كاع، والله ما تقاس، انا بعدا ما قصتوش لان تبارك الله كي قلت لكم هاد الشيء راه كافي ووافي. صافي درت هنا البنات هاد الديكور اختي البسيط التقليدي، واحد شويه ديال الحامض هكا من الفوق. وكان هذا هو الغديوه ديالنا وديال الوجبه ديالنا الثانيه. بطبيعه الحال ضروري المساند الرسمي هو الماء، اي ما وريته لكمش. صافي هادشي اللي هذه هي الوجبه ديالي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار، ولا وصلتوا حتى هنا خليو لي لايك وبسلام عليكم.